الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تكلمنا في مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا بعض الكلام على قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويحق لنا أن نتكلم على هذه الآية ونبين بعض ما فيها من معاني وأسرار، حتى يعرف الإنسان المسلم فضل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلقد بدأ باسمه جل وعلا مؤكدا بقوله إن، حتى يبين للسامع أن الأمر مهم وأن الأمر كبير. إن الله هو الاسم الجامع لجميع الأسماء الإلهية، فهو سبحانه بحضرة اسمه الجامع يصلي على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وملائكته أي جميعهم كلهم يصلون على هذا النبي. وصلاة الله تعالى هي كلها تتضمن المدح والثناء والتكريم والتعظيم والعطف والحنان. فمعنى صلاة الحق على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى صلاة الله على عباده هي ثناؤه وعطفه وحنانه الخاص، وكذلك أيضا رحمته الخاصة على الذي يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون، أي الله يصلي وملائكته يصلون. ومعنى صلاة الملائكة أنهم يسألون الله تعالى أن يصلي على هذا النبي كما أمرنا نحن أن نصلي عليه، فنقول وندعو الله تعالى فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة رب العالمين لها معنى، وصلاة الملائكة لها معنى. صلاة الحق ثناء وتكريم وعطف وحنان ورحمات خاصة. صلاة الملائكة دعاء، صلاتنا أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، بأن ندعو الله تعالى هو يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون، الله يصلي على هذا النبي. وهذه الصلاة إنما هي خاصة الخاصة. الله تعالى يصلي على عباده المؤمنين، ويصلي على أنبيائه والمرسلين، ويصلي على إمام الأنبياء والمرسلين. فهناك صلاة من الله عامة وخاصة وخاصة الخاصة. هذه الخاصة الخاصة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللائقة بمقام نبوته الجامعة الفاتحة الخاتمة. فلما كانت مراتبه خاصة به
خص بصلاة خاصة عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الله تعالى على الأنبياء فهي على مراتب نبوتهم، وأما صلاة الله على المؤمنين فهي على حسب إيمانهم ومقامات إيمانهم. ولقد نالت هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام نالت الشرف بأن الله يصلي عليها، أي على المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي عليهم تكريما لهذا النبي، كما ورد لما نزل قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله تعالى عودنا أن لا يؤتيك خيرا إلا أشركنا فيه، أي إلا جعلنا شيء من نوعية هذا الخير وإن كان غير النسبة وغير المرتبة وغير المقام، أي فجاءت هذه الصلاة عليه. فما لنا نحن؟ فأنزل الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وهكذا من فضل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله يتفضل على رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فضلا خاصا، ويكرم أمته بنوع من الفضل على حسب إيمانهم. ومن هذا لما أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وهو في مرجعه من الحديبية، فهكذا قرأها على الصحابة وقال أنزلت علي الليلة آية هي أحب إلي مما على وجه الأرض. قالوا وما هي؟ قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالت الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث أصله في الصحيحين ورواية المسلم، قالوا هنيئا مريئا لك يا رسول الله، لقد بين الله تعالى ما هو فاعل بك، أي الغفران ما تقدم وما تأخر، فما ندري ما هو فاعل بنا. فأنزل الله تعالى وراءها ليدخل المؤمنين من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، اللهم اجعلنا منهم. قال هنا اسم النبي والأنبياء كثيرون، أي نبي؟ أين نبي هذا؟ قال هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال كيف يعني؟ يقول له ما بتفهم اللغة العربية؟ أن الإطلاق ينصرف إلى الكمال المطلق، فلما قال النبي معناها هو أفضل الأنبياء وأكملهم. ومن هو هذا؟ ما في غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هو النبي الجامع لمراتب النبوات كلها، على النبي الجامع الذي هو فتح النبوات وختمها وجمعها، فهو النبي المطلق في النبوة، أي الجامع لمقامات النبوات ومراتبها، وهو إمام الأنبياء والمرسلين. فجاءت الصلاة عليه على مقامه الخاص به على نسبة المقام يا إنسان. ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي فاتحة النبوات وخاتمة النبوات وجامعة النبوات. قال يعني قل له فهم على المضبوط، معنا نحكي نحن أعجمي عمكي عربي. قال بدنا دليل، قل له كل وحدة في عليها دليل لا تعترض. قال ايه؟ ما كلها. قل له هيك وزيادة كمان، هيك وفي كمان يعني. ومن الذي يبلغ مدح رسول الله؟ ومن الذي يحيط علما بما فضله الله وأعطاه؟ هل تدري ما تحت أسرار قوله إنا فتحنا؟ إنا من هو الذي يقول إنا؟ الله بعظمته وكبريائه وجميع أسمائه وصفاته. إنا أعطيناك، هل تحد هذا العطاء يا إنسان؟ إنا نحن نزلنا عليك، إنا وعلى هذا فهكذا سيدنا رسول الله هو فاتحة النبوات
وأخذ العهد عليه في عالم الأرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأشباح. نبئ في ذلك العالم وخلقت الروح الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأرواح كلها، وأعطي النبوة في ذلك العالم. وقال كما في الحديث رواه أحمد ومنه رواه الترمذي وأبو داود وهكذا وعبد الرزاق وأيضا أبو نعيم قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. صحابي آخر متى استنبئت يا رسول الله أي متى نبأك الله؟ قال وكنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي نبأني الله تعالى قبل خلق آدم، قبل ما يتم خلق آدم وقبل ما يخلق آدم جسمه، وإنما هو بين الروح والجسد. آخر سأل يقول متى جعلت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. الآخر يقول متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. متى نبأك الله؟ متى نبئت؟ قال وآدم بين. فكل منهم سأل بصيغة وجاء الجواب بهذا. إذن أعطاه الله النبوة في عالم الأرواح قبل الأنبياء كلهم، فهو فاتحة الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. وأخذ عليه العهد في ذلك العالم قبل أخذ العهد على الأنبياء. قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم أي الميثاق العام ومنك ومن نوح وإبراهيم قال وموسى وعيسى، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، رتب بين نوح وإبراهيم موسى وعيسى ترتيب زمني، نوح إبراهيم موسى عيسى. يقال لكن ذكر سيدنا محمد قبل الكل، قال معلوم لأنه وجد قبلهم في عالم الأرواح، نبئ قبلهم فأخذ العهد عليه قبل الكل يا إنسان. هذا كلام الله. قال هذا الترتيب ما هو ما هو للزمن. قل له ايش لكان ترتيب في الفضل؟ ما هو إذا كان في الفضل إذا بيقول منك ومن إبراهيم، بيجي سيدنا إبراهيم مع سيدنا محمد. قال هذا ترتيب بالواو والضمة بتقتضي ايش الترتيب. قل له لا تدخل في مداخل ما تفهمه. رب العالمين لما بيرتب أمور في أسباب الترتيب، في الترتيب الزمني في الرتب في المقام إلى آخره. أما أنت فهمان واحدة في النحو إنه والله قالوا له إنه في علم النحو الواو المطلق الجمع، لكن الفاء تقتضي الترتيب. قل له هي لا طبق على كل واحد في القرآن لأن أسرار القرآن فوق ما اصطلح عليه النحاة يا إنسان. إذا يا إنسان على كل حال ولو قلت الواو المطلق الجمع لابد في التقديم والتأخير من سبب، فهذا لا يتنافى مع هذا إلى آخره. حاصل ففاتحة الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، هو أولهم نبوة وهو آخرهم في عالم الأجساد، هو خاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذن خاتم الأنبياء أي فلا نبي بعده، فلا نبي بعد، كما قال أنا محمد النبي الأمي، أعادها 3 مرات. قال ولا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وكمله وترك موضع زاوية من زواياه أي موضع اللبنة حجر، فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون لحسنه وجماله. قال فيعجبون ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، أي بيت هذا بيت مكمل مجمل لكن في موضع خالي موضع فارغ وهو موضع اللبنة. قال فعل تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. خلاص ختمت. إذن ختم النبوات وختمت به، وجمع مراتب النبوات وجمعت له، حتى قال في آخر من أواخر ما قال من أواخر مؤخر قال لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات لا رسول ولا نبي بعدي. خلاص أي لا رسول ولا نبي، لا صغير ولا كبير بس. قال لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصادقة الصالحة، الرؤية الصالحة
يراها الرجل المسلم أو ترى له. وقال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. يا إنسان إذا رأيت رؤيا سليمة واضحة كذا هذه لها حقيقة وهي الصدق، ولا يقول هذا خيال، ولا كما قال جزء من ذا النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. لكن ما يختلف التعبير وفهم المراد، هذا يحتاج إلى علم. وعلى هذا فهو النبي الجامع الفاتح والخاتم والجامع، جمع النبوات كلها. فلو أن الأنبياء اجتمعوا به في أي عالم لما وسعهم إلا اتباعه، لأن ما عندهم عنده وليس كل ما عنده فهو عندهم. فلما اجتمع بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس أمهم إمام، ولما يجتمع بهم في عوالم الآخرة قال إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه، أي لو كان حي في عالم الدنيا وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك زمنه إلى يوم الدين، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما وسعه موسى الكليم إلا أن يترك نبوته وشريعته ويتبع رسول الله. قال كيف؟ قل له هكذا الأمر. ألا ترى عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل وهو رسول الله وصاحب شريعة وصاحب كتاب الإنجيل، ومع ذلك لما ينزل في آخر الزمن ما يعمل برسالته ولا بشريعته ولا بإنجيله، إنما هو مأمور من الله أن يعمل بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب رسول الله القرآن والأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم. فهو ينزل على أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا على أنه نبي، أي نبي يعمل بنبوته وشريعته ورسالته، لا، نبي لكن رسالة قبضت، إذن يعمل بشرع رسول الله. ولذلك هو يصلي مع الأمة أول ما ينزل، ولازم تعتقد أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمن. أحاديثه متواترة وجاء في القرآن وإنه لعلم للساعة وإن الكتاب لا يؤمن به قبل موته. هذا بحث كبير، هذا يحتاج إنسان، لكن أذكر لك مجملات. فهذا نزول ثابت في القرآن والأحاديث المتواترة لا تنكر، وقد رفعه الله إليه لحفظ في السماء الثانية كما في حديث المعراج. فلما ينزل وهكذا يرى وتدخل وقت الصلاة، فقال فيقول إمامهم، إمام المسلمين، تعال صل بنا، أي تقدم إمام بنا يا نبي الله، أنت رسول. فيقول لا، تكريمة الله لهذه الأمة، أي لأول مرة ما يتقدم إمام، بل هو يقتدي بإمام ذلك الوقت حتى يبين لهم أنه جاء متبعا لهذا الدين والشريعة، ثم بعد ذلك يصير إماما. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام، قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، أي قرب الزمن وهو آخر الوقت، يعني قبل الساعة، ينزل فيكم يا أمة محمد ابن مريم حكما مقسطا، أي حكما عادلا. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما بقبل الجزية. قال ويفيض المال، كل الناس تصير طيبين أطهار أتقياء يكرهون الدنيا، والمال يفيض عليهم حتى يكون من قوة إيمان واحدهم حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، أي يكون المؤمن عنده السجدة الواحدة لله خير من الدنيا وما فيها. وهذا دليل قوة الإيمان. وإلا يا إنسان قد ترى بعض الناس عنده إذا كان النصوص قدم على الدين كله، نسأل الله العافية، وبروح 20 صلاة ونسأل الله العافية، وبحلف 20 من كذب مشان ايه؟ مشان ربح جزئي. هذا دليل ايش؟ هذا معناه نسأل الله العافية. لكن هؤلاء قال لا، يكون السجد الواحد عنده خيرا من الدنيا وما فيها.
قال أبو هريرة في العيسى آخر الزمن: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا دليل أنه الآن ما مات حي، لكن قبل ما يموت كلهم لآمنوا فيه، وهذا أمر ما وقع في التاريخ. ما وقع. هل وقع أن اليهود آمنوا بعيسى؟ ما وقع. والآية تقول: إلا ليؤمنن به، أي أهل الكتاب يهود ونصارى. هذا أمر ما وقع. إذا لا بد أن يقع. إذا متى يقع؟ في آخر الزمان. وعلى هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في عيسى بن مريم لما ينزل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمدا هو الإمام الجامع لمراتب الرسالات والنبوات كلها. قال كما في المستدرك وصححه: لا يهبطن، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يهبطن فيكم ابن مريم. قال: لا يهبطن فيكم ابن مريم حكما وإماما مقسطا. قال: وليسلكن فجا فجا حاجا أو معتمرا. حاجا أو معتمرا. قال: وليأتين إلى قبري فيسلم علي ولأردن عليه السلام. أي عيسى بن مريم ينزل وهكذا يحج ويعتمر ويأتي إلى رسول الله زائرا زيارة. قال سيدنا عيسى بيزور النبي؟ قال له: نعم بيزوره. بده يشد الرحل لزيارة سيدنا محمد. سيدنا عيسى سوف يشد رحله لزيارة رسول الله. هيك الحديث وارد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما هنا عنده ولا ما عندك إيه؟ هو عيسى يقول له: إيه عيسى نفسه. وأما قوله إذا كان ما هو عيسى بن مريم. إذا يا إنسان ما دام سيدنا عيسى يشد الرحل لزيارة رسول الله، أنت تشد الرحل، أنت مسلم. إذا كان ذاك رسول الله نبي الله بيشد الرحل، أنت ما بشد الرحل. إذا يا إنسان، قال: فهكذا يأتي عيسى ويحج ويعتمر ويأتي إلى رسول الله فيسلم عليه. قال: ولأردن عليه السلام. فيعمل بشريعة رسول الله. وهكذا افهم أن عيسى ابن مريم مع علو مقامه عند الله سوف يشد الرحل إلى زيارة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا واقف ويسلم عليه متأدبا ومعظما، ويرد رسول الله السلام عليه، وسيدنا عيسى يسمع. معلوم؟ لأنه عنده نور النبوة كاشف. وعلى هذا يا إنسان، فهذا كما ورد أيضا أنه يتزوج. سيدنا عيسى ما تزوج لما كان في الحياة الدنيا، لكن لما يتزوج عمل بالشريعة المحمدية، ويتوفى معا ويدفن في حجرة رسول الله. ولهذا قال العلماء من المحدثين وغيرهم: لم يبق في الحجرة سوى موضع قبر لعيسى بن مريم. نعم. وهكذا إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي على النبي الفاتح والخاتم والجامع. إيش معنى كل وحدة؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصف تعظيم على عادة الحق جل وعلا أن أنه يذكر حبيبه الأكرم بصفة النبوة، وصف الرسالة بالألقاب المعظم المحترمة، فلا يخاطبه باسمه. فخاطب الأنبياء بأسمائها: يا إبراهيم، قال: أعرض عن هذا. يا لوط، إنه قد جاء من ربك. يا نوح، إنه ليس من أهلك. قال: ليس من أهلك. يا آدم، اسكن أنت وزوجك، إلى آخره. وهكذا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره، ومن هذا رفع أيضا تعظيم ذكره. قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ما قال يا محمد فقط. إذن فهم الله يعظم رسول الله حتى نعظمه له. عظيم عند الله، والله يعظم، والله يكرمه صلى الله عليه وسلم. فأنت لازم تعظم النبي عليه الصلاة والسلام، لازم تعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا. بعدما أخبر عن المقام وعظمة المقام وصلاة الملائكة على هذا على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أمر المؤمنين حتى ما يتخلفوا عن الأمر، يعرفوا أن الملائكة تصلي عليه، فإذا جاءهم الأمر بالصلاة عليه لازم ينفذوا الأمر، لأن الملائكة ما يستكبرون عن الصلاة عليه بل يتشرفون بالصلاة عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، جاء بصيغة فيها تنبيه وتأييه وتكريم، فكما قال في جل وعلا في المهمات وأوامر الهامة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهكذا يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا أمر من الله وأيضا لكم فيه أجر كبير عند الله. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما. لما جاء الأمر بالصلاة والسلام أسرعت الصحابة لتنفيذ الأمر، وهو راحوا يسألونه صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه حتى يحققوا هذا الأمر، فقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك، الآية أمرتنا بالصلاة عليك والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، فالسلام عليك عرفنا كيف، علمنا في رواية علمنا في رواية قد عرفنا، تقدم على هذا. أي علمتنا بالتحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن كيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد الإبراهيمية كما قلنا. راحوا يمتثلون الأمر، وقد شرع الله تعالى لهذه الأمة أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في صلواتها التي هي أقرب أحوالها إلى الله، ووراء الأذان باعتبار الأذان عبادة تقدم معنا فصل، وهكذا أيضا عند الدعاء مخ العبادة، في الحديث الدعاء مخ العبادة، فالدعاء نوع من العبادة، تدعو الله تسأل هذا عبادة. قال ينبغي أيضا أن تصحبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصحبه بالصلاة عليه، فإن أنت أتيت بأوله بالصلاة عليه فبها، في آخره فبها، في أوله ووسطه وآخره فبها ونعمت، هذا أفضل شيء. أما ما في صلاة على النبي دعيت وما في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما في صلاة بس دعاء ما في صلاة على النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، قل له لا، ضمان إجابة ما في. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يدعو من الأعراب، دعا وقام نادى تعال، قال له الدعاء محجوب موقوف بين السماء والأرض، لا يرفع حتى تصلي على نبيك. انت دعيت ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما بصلى هذا، قال له ما يرفع حتى تصلي على نبيك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوني كقدح الراكب، صلوا علي أول الدعاء وأوسطه وآخره. قدح الراكب هذا راكب يحمل حمله على الجمل مثلا، أو كان غير جمل إلى آخر جمل كما كان، فبيأتي بالأمتعة بحمل، دائما عنده إبريق بيجعل فيه الماء مشان الشرب مشان الوضوء، فلما بده يرحل بيحمل الأمتعة كذا، بيترك البريق آخر الكل، هذا قدح الماء اسمه، بيتركون الآخر لمح ايش هذا بالآخر ما بقى شغل ده يمشي، شيل البريق علقه عليه بآخر الرحل. قال لا تجعلوا كقدح الراكب، صلوا علي أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وسلم. تبتدئوا بالصلاة عليه، في الوسط صلي عليه، في الآخر صلي عليه، والله هذا هو الخير الكبير. فطالبنا أن نصلي عليه في الدعاء، وهكذا أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في المجالس حين تجلس. إذا جلست في مجلس فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سرا، جهرا أحسن تشهد غيرك، ما في مجال الجهاد سرا. أما تقوم من المجلس ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يطالبك رسول الله يوم القيامة بحق، صلوا عليك حق
أنت مطالب به. وهكذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طالبنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم صبحا ومساء، وأن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. وبين لنا فضائل الصلاة عليه، أننا إذا صلينا عليه صلى الله علينا 10 صلوات وهو يصلي علينا وملائكة الله تصلي علينا. أتحب أن سيدنا محمد يقول الآن يقول اللهم صل على عبدك فلان ابن فلان باسمك يعني؟ قال والله بتمناها. قال وين هي؟ قال له الناس بروحوا خيو هذا الرجال صالح دخيلك دعينا هذا كذا. يقول له منيح عم تصل الدعاء من الصلحاء مطلوب، من الايش اولياء مطلوب وهكذا، لكن كمان الدعاء من سيدنا محمد خيو. قال شلون بدي؟ قال له صلي عليه. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه. صليه هو صلى عليه. ايش بيقول عند الله؟ بيقول اللهم صل على عبدك فلان ابن فلان. قال وكتب له سوى ذلك 10 حسنات. ما بدك هي؟ ما في اعظم من الخير يا انسان. اذا ليش ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش عم تتكاسل؟ ليش عم تبطئ؟ الخير كبير والامر هكذا فضله كثير. وصلي عليه يا انسان، لا تغفل الصلاة عليه، لا سيما حين يذكر، لا سيما حين تكتب اسمه الشريف اكتب ايضا صلى الله عليه وسلم. وحين يذكر تسمع ذكره او تذكر انت قل صلى الله عليه وسلم. لهذا بين لنا شدة حاجتنا الى الصلاة عليه في كثير من الاحاديث. من الجملة حتى تعرف انه الصلاة عليه لها نفع في الدنيا والبرزخ والآخرة وعلى الصراط والى اخره. وفي الجنة قال اكثركم علي صلاة اقربكم مني منزلة يوم القيامة. هذا فضل كبير. وجاء في الحديث ورأيت الليل البارحة رأى في المنام رؤيا الأنبياء حق كاليقظة وحي. قال ورأيت البارحة في النوم رجلا بسط عليه عذاب القبر. قال فجاءت الصلاة أي صلاته لله صلوات الخمس فأقال فشفعت به فرفع الله عنه العذاب عذاب القبر. صلاتك لله تحفظك من عذاب القبر. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا أي في الموقف شدة الموقف وحر الموقف صاب عطش كثير. قال فجاء صيامه رمضان فسقاه فروى. ورأيت رجلا يزحف على الصراط يزحف فيحبو ثم يقوم عم بيزحف قوم هو فجاءت صلاته علي فنهضت به حتى جاء الصراط أي جاء الصراط كله. ما في من يساعدك انت ماشي على الصراط والمخاوف جهنم محيطة فيك يا إنسان. قال والله بدي واحد يقول له حصل يا إنسان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة صلاتك عليه تحافظك على الصراط. وهكذا الصلاة عليه لا سيما حين يذكر صلى الله عليه وسلم واجبة. وقد نص الفقهاء على ذلك. قالوا إذا نص الفقهاء قل له لأنه ورد في الأحاديث الفقهاء منين بيجيبوا؟ من عقلهم؟ ما مش شرعين. فقهاء عن دليل من كتاب السنة. فجاءت الأحاديث في الأمر بالصلاة عليه حين يذكر صلى الله عليه وسلم، وأيضا التحذير الشديد إذا لم تصلي عليه نعيد. وهذا دليل الوجوب. قال عليه الصلاة والسلام من ذكرت عنده فليصلي علي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه ب10 صلوات. هذا أمر، والأمر كما قال يقتضي الوجوب. ما لم يصرفه صارف قاعدة في الأصول. إذا تعرف الأصول ما بنعتبر الأصول. كل ما بتعتبر الأصول ما لك أصول معك، ما بتفهم الأصول. سلم الأصول لأهل الأصول. ثم الوعيد الشديد يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في عدة أحاديث عن عدة من الصحابة. صعد المنبر يوم صلى الله عليه وسلم
فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، ارتقى الثانية آمين، ارتقى الثالثة آمين. ثم نزل، أي بعدما نزل قالوا سمعناك يا رسول الله تقول شيئا ما كنا نسمعه، آمين 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 علامة تؤمن. قال أتاني جبريل فقال لي بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له في أبعده الله أسحقه. قال فقلت آمين. فلما لقي الثاني قال بعد في أبعده الله أسحقه الله. وفي راغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر عنده وحدهما فلم يدخلاه الجنة، أي ما أطاعهما ولا برهما بل عقهما وعصاهما ولم يكرمهما. قال فلم يدخلاه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم قلت آمين، أي اللهم أبعده واسحقه. جبريل يدعو سيدنا محمد يؤمن. ايش قول هالدعاء مجاب ولا لا؟ ما شك مجاب، نسأل الله العافية. ثم رقيت الثالثة قال يا محمد بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قلت آمين. تتحمل دعاء الرسول عليك، تتحمل أن يقول أبعده الله وأسحقه ورغم أنفه وأبعدك الله عن الرحمة. قال لا خير الله كبيرة. من دعا بها؟ قال له سيدنا جبريل. من أمن؟ سيدنا محمد. تحمل هالدعوة؟ قال والله ما تحمل خير. إذن وعيد شديد، يعني أن الأمر واجب. يعني إذا سمعت ذكرى قل صلى الله عليه وسلم. قال لا نحن نسمع ذكر نقول عليه السلام. اللي وقف نجبتي سيدنا محمد. قال له جبريل بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فإذا بتصلي عليه وكمان إنه تصلي وتسلم. أما تجيب السلام بدل الصلاة لا، هي منين؟ لا جاءت عن رسول الله ولا جاءت عن الصحابة ولا خير أجد اللي وقت. تصير أنت مدعي أشياء. راجع كتب الحديث كلها والمسانيد والسنن والكل. إذا كان عندك استعداد يعني هل ترى عن فلان قال رسول الله عليه السلام؟ شوفها ماشي. ايش يقول الصحابة؟ عم بقول لك الغاوي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن فلان كله صلى الله عليه وسلم. أما عليه السلام هي على غير سيدنا محمد. قل سيدنا موسى، قل سيدنا عيسى عليه السلام لا مانع. سيدنا جبريل كان عليه السلام مانع، والأكمل كمان نصلي عليه، لكن لو قلت عليه السلام ما في مانع. أما سيدنا محمد يقول عليه السلام لا، هذا صحيح يا إنسان. والكمال أن تصلي وتسلم عليه صلاة وسلام، صلاة مع سلام. قال المحدث الحافظ الكبير ابن الصلاح رحمه الله تعالى المعروف عند المحدثين، قال وقد سهى بعض من كتب الحديث سهى في كتابته عن أن يقول صلى الله عليه وسلم. يعني ما قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه. سهى يكتب وسلم ما بالسهو الغفلة. قال جماعة من المحدثين قال فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعاتبهم، فقال لواحد منهم ولم لم تقل وسلم؟ إيه ما تقول صلى الله عليه وسلم؟ هذه 4 حروف، لما حرمت نفسك الخير؟ 4 حروف كل حرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. عاتبهم قال ويكره أن تكتب صاد. قال لا لم أقول رسول صاد أو صلعا. قال لا مو صحيح، هذا ممقوت ومكروه عند المحدثين، وإنما مكتوب صلى الله عليه وسلم. قال خير تأخذ مساحة في الورق، قل له لك تأخذ كثير أو ننفع في ورقك كثير. إذا أنت كتبتها فالنفع بدك يحصل منك في الكتاب ببركة الصلاة عليه بالصير. يقال كم مرة قل له مرارا كل ما كنت المكرر أحلى، كل ما قلت أنت كرر المكرر أحلى. مو في سكر مكرر وبلا تكرير، إيه له أحلى يا إنسان؟ قال والله السكر المكرر. يقول له فهم يعني ليش ما نفهم إلا بالسكر فقط؟ لأنه نفهم غير في كمال يا إنسان لا تكون كذبة. إذا كما قال صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما. فعند سماع ذكره وعند ذكره صلى الله عليه وسلم
وهكذا أيضا كما قلنا لك في يوم الجمعة لا تغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه في يوم الجمعة مضاعفة ولها عرض عليه خاص. ألا تحب أن تعرض أنت وصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا خاصا فيدعو لك رسول الله وينظر لك نظرة الرضا؟ اللهم أسألك ذلك من فضلك، اللهم لا تحرمنا نظر سيدنا رسول الله ولا تحرمنا نفحاته. فللصلاة عليه يوم الجمعة عرض خاص، عرض خصوصي فوق العرض في بقية الأيام. قال إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة علي أي يوم الجمعة عرضا خاصا. وجاء في حديث آخر تعرضون علي بصلاتكم ومسماكم، أنت المسمى باسمك ومسماك تعرض على النبي. معنى مسماك إيش اسمك؟ قال اسمه محمود. قل له من المسمى؟ والنبي يقول لك أنت، يعني أنت المسمى وهذا الاسم، ما تفهم يعني اسم محمود والمسمى المحمود أنت يعني. ففي الحديث تعرضون عليه بأسمائكم ومسماكم. قال أنا هو شو أخذ من عنده؟ قل له لا دخلت في الجنون العادي هلا. لكن أنا الجنون أنت ها صحيح، ولكن كمان لك وجودات وفي هناك من نكشف عنك ويراك ولو كان من أهل البرزخ في عالم ثاني، والملائكة في السماء بتشوفك الحاصل، وهكذا كلهم شوفوه ولو كنت هون. وبعده لك أمثلة أيضا برزخية ووجودية ومثالية إلى آخرها. ما بنفتح الباب يا إنسان. قال خيو عادي ما بتحمل، قل له لي على الزكانيك ما بتحمل، ولكن أنت تعال نشوف. قال يوم من الأيام إجا واحد من أصحابه قال له أنا ما حشفت في المنام ما شاء الله. إجا الثاني قال له أنا ما حشفتك في المنام. قال له أنا كمان هات المشارقة هات المغاربة هات ما بعرف إيه. قال له خيو أنا كما حصلت عندكم. قال له إيه لا صحيح كلهم شافوه، كلهم شافوه، ولك وجودات برزخية ومثالية وروحية ونورانية إلى آخره. وهكذا ما دمت مؤمن فيا إنسان لا تنكر هالأمور، لا تنكر هذه الأمور. إذا كان ما عندك علم بها سلم إلى آخر كما ورد خلاص. فهكذا أتحب أن تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكتسب نظرات الشريف وتوجهاته عليك وإليك. والله كثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة كمان، لكن جمعة أكثر. فإن صلاتكم معروضة علي. هنا قد يشكل إشكال أنه صلى الله عليه وسلم صار في عالم ثاني، وهل يطلع علينا تماما وهل يشعر بنا وهل استشكل بعض الصحابة وأجيب ونعمل إشكال ونعمل جواب ومنيح حتى نفهم نحن وما يروح واحد محجوب يطلع. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك أي بعد الموت وقد أردت أي بليت؟ أي نحن يعني نصلي عليك وأنت في الحياة الدنيا تعرض، لكن بعد الوفاة أيضا، ثم أيضا بعد الوفاة تعرض كما هي في الحياة الدنيا عرضا روحيا جسمانيا تماما. وهكذا الجسم إنه قد يبلى. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أيوة إيش عم تسوي أنت يعني؟ نبهوا الجسم كما هو، جسم الشريف كما هو، والشعور كما هو، والعرض كما هو. فإجا الجواب يزيل كل أوهام المتوهمين وإشكال المستشكلين أن الأمر كما هو يا إنسان. فتعرض صلاتك عليه كما تعرض حين كان في الدنيا وأن تصلي عليه، وهكذا ويشعر بها ويطلع عليها ويراها، وأيضا بعد الوفاة تماما. قال مين هي؟ قل له اتفكر في الحديث شو معنى لك؟ قل له قال وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذا الجسم الشريف له علاقة والشعور له أيضا فيه علاقة، والعلاقة مربوطة إلى آخره. قال ما بقول له لا فهم، ولكن أنت ما تفهم فهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد نبي الله. تعرف معنى نبي الله؟ أي إخباراته عن الأمور ما هي عن نفسه، عن رب العزة. هذا النبوة باب نوراني رباني فياض عليه بينبئ بيخبر عنه. فإنباءاته من الله
الله تعالى ينبئه فيخبر عما نبأه الله. فلما جاء هذا قال نبأني العليم الخبير، فهذا حق حقيقة. فإذا كان أنت ما عندك علم سلم لمن أوتي العلم، سلم لصاحب النبوة الكاشفة. النبوة بتكشف عن الأمور، فالأنبياء يرون الأمور اللي أنت ما بتشوفها، وبيسمعوا أشياء أنت ما بتسمعها. قال في صحابة حول عم يقول، قالوا أنا بشوف أنت ما تشوف، وأسمع ما لا تسمعون. إذا يا إنسان، إذا أنت ما عم تشوف سيدنا محمد يرى، إذا أنت ما عم تشوف سيدنا محمد يسمع، فأنت سلم لما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطف الله علينا قلبه الشريف، وأفاض علينا من بركاته ونفحاته، وساد تمام هذا إن شاء الله. إنك
على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم عظيم. صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتنور بها قلوبنا وتستر وتصلح بها عيوبنا وتلهمنا بها رشدنا وتسعدنا بها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صلاة تشفينا بها من كل داء وعافينا بها من كل بلاء. صلاة ترزقنا بها قرب المقربين ومعرفة العارفين وإنابة المنيبين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حبيبك الأكرم والملك المعظم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلينا معهم أجمعين وعلى والدينا ومشايخنا وكل من له حق علينا وجميع عبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في كل وقت وحين عدد ما وسع علمك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.